ما هي شروط الزكاة؟ شروط الزكاة نوعين: شروط في المال وشروط في مالك المال. الشروط في المال هي أولا النصاب، يعني الإنسان اللي ما عندوش نصاب ما توجبش عليه الزكاة. 2 الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. 3 الملك التام، يعني المال لازم يكون مملوك ملك تام للمزكي حتى توجب فيه الزكاة. الشرط الرابع هو النماء، المال لازم يكون نامي باش توجب فيه الزكاة. الشرط الخامس والأخير هو الخلو من الدين، يعني الإنسان يخصم الديون متاعه بشروطها قبل ما يخرج الزكاة. هذه 5 شروط في المال. بقاو 3 شروط في مالك المال. أول شرط هو الحرية، يعني قبل العبودية، وهذه مسألة انتهت اليوم في عصرنا. الشرط الثاني في المالك أن يكون مسلم، لأن الزكاة لا تصح إلا من المسلم. والشرط الثالث والمهم جدا هو النية، لأن الزكاة عبادة تفتقر النية، يلزمها النية. لما شفنا الشروط هذوما ما فماش شرط اسمه تكليف، لأن الزكاة توجب في مال الصبي والمجنون لأنه مش من شروطها. فشروط الزكاة هي 5 في المال و3 في مالك المال.